القلب، رجعنا وياكم بحلقة جديدة من سلسلة عالم الرعب. قبل ما نبدأ بالقصة سمي بسم الله، صلى على محمد وآل محمد. يلا نبدأ. يوم من الأيام كنت ساكن بمنطقة الحسينية، فإحنا شباب 3 عزابين أجرنا شقة وحدنا. سكننا بالشقة حوالي 2-3 شهور، كل من عنده غرفة، 3 غرف. يوم من الأيام احنا منو اني هو اسمه محمد وحسين. فمحمد قال امه مريضة لازم انزل اشوفها ومن اهل المحافظات. فقلنا له تمام. قال يومين 3 وارجع. راح. فبقينا انا وحسين بغرفته 24 ساعة، يعني مو هواي يختلط بينا. في يوم من الأيام أنا نايم، ورا ما راح محمد تأخر، سمعت حيطة قوية من غرفة حسين. قمت على السريع جاي يفتح الباب وهو طلع بوجهي مع غرفته. شكو قلت له، قال ماكو شيء انت شاهد فيلم رعب. قلت له تمام، بس أحس الارتباك على وجهه وخايف الولد لأبعد الحدود. رجعت على غرفتي طبيعي، نمت فزيت من الصبح، اسمع طقطقة، طلعت لقيت حسين. قلت له ها حسين؟ قال هاك هذا الإيجار مال هذا الشهر اللي يجي. قلت له إيه؟ قالوا أنا حروح حوالي 2-3 يلا أجي. قلت له ماكو شي؟ قال لا والله يجي ننزل أشوف أهلي، بس ظل يبهوا علي من يجي وياي وهسه خايف. قلت له تمام. أخذ جنوته وجاي يطلع من الشقة، ظل يبهوا علي يجيب نظرة مع الحزن. قلت له شو نسيت شي؟ قال لا أوكي. راح. بالليل قاعد أنا أفتر بالشقة ما عندي أي شي، صار عندي فضول، شوف ضوء قوي يطلع من غرفة حسين. ليش ما أدخل وأشوفها؟ كنت خاف زحمة، كنت خلى والله أفتح الباب قاف الله هو أجيب السكينة، ظليت أطقطق بيها يجي انفتحت. فدخلت الغرفة. غرفة كانت فوضى، هدوم هنا وأوراق ما تعرف شو، حاسبات 3 قدامي. فأنا قلت لازم أعرف شو اللي صار البارحة بالليل، ليش عاب وما القصة فيلم لو فشي. من الصبح راح وخايف والله. هو شالع الوايرات مال الحاسبة وعنده 3 شاشات، شاشتين وهو حاسب. جيت أبحوش لقيت موقع اسمه ريد روم. أنا هذا الموقع سامع عنه هواي بس ما داخل. خذني الفضول، خل أدخل. والله دخلت قبل على الموقع. موقع صاير عبارة عن غرف، بس الغرف كلها يعني ذاك واحد كان يلعب لودو أو رومات أو فشي بين عدد الموجودين داخل الغرفة. الغرف كلها فارغة. ليش ما انتبهت؟ أكو غرفة بها 21,000 شخص بث مباشر داخل الغرفة. دخلت على الغرفة، شفت شخص قاعد وحالقين قرآن، الولد قاعد بغرفة ظلمة كتف ايده وخايف اللي يبكي. شنو السالفة؟ هذا معقولة جاي يسوي دراما ما دراما؟ والله ظليت أشاهد، بس أنا شلون أقول، دخل الخوف بجسمي لأن الغرفة الضوء مالتها أحمر يعني. والله ظليت أشاهد شوية، طفت الشاشة والولد عاط. صارت صدمة، الولد عاط. ظليت أشاهد لحد ما الولد رجعت اشتغلت الشاشة. الولد ماكو، بس قاعد شخص مكانه مخيف.
قلت دول جاي يصورون فيلم لو شنو يعني، بس انتبهت اكو دم بالقاع. فشوية بدأوا الأعضاء يطلعون من الغرفة، حسيت انه خلاص، وكلها تكتب له. قبل ما يطلعون كانوا يكتبون قبل ما يطلعون كنت أقرأ بالشات ورا ما طفت الشاشة واشتغلت. كفو وسجين بطل وهاي السوالف يعني، حفزوه. شنو اللي صار؟ ظليت والله قلت خلصنا بقاش عندي، ظليت قاعد هناك. وهو أحسه يعني شلون فاتح الحاسبة ويحكي، هو قاعد على الكرسي. الإيميل كله باسم حسين، كلها يا أخي قلت لك الحاسبة مال حسين. ليش ما قال؟ بقيت أنا الوحيد بالغرفة، الغرفة كلها 21,000 شخص كلها اختفت، بخروا طلعوا. قال حسين عجب داخل هنا اليوم، عبالك ما راح ألقاك؟ ما راح ألقاك. قال أنا جايك. أنا جسمي وقف كزبر، انتهيت، صعب أرد أحركها ما أقدر. بساعة طفيت الشاشة، شلعت الوايرات مال UPS وفصلت الكهرباء. أنا شنو جايك؟ قلت أخابره حسين أقول له، لا خاف يقول ليش دخلت على غرفتي وليش تتدخل بخصوصيتي. شو أسوي يا رب؟ شو أسوي؟ قلت خله ماكو شي، هذا يجوز يخوفني أو هيك شي. هناك الساعة 1 بالليل سمعت حركة بباب الشقة. أشوف شكو، فتحت الباب ماكو شي. منا جيران فوق، قلت خاف واحد نزل بواعد مكان هناك، وانتبه على الحائط مكتوب سجين. أنا هنا جسمي كزبر، حسيت الحياة وقفت بي. فوعت على الباب مكتوب عليها سجين. دخلت وقفلت الباب وجسمي حسه قام يرجف. جبت كرسي حطيته على صفحة الباب، على اليد مال الباب، على المتخاف واحد يدفع. قلت خل أدق على حسين بعد ما بي. جريت التليفون اتصل عليه، تليفون مغلق. رقم الهاتف المطلوب مغلق حاليا. قلت خاف عد رقم ثاني، خل أدق على محمد. اتصلت على محمد، أثناء الاتصال سمعت صوت محمد حيل تعبان. قلت احتمال عنده مشكلة أو هيك شي. قلت له جاي أشوفك. قال إيش عجب متصل بهالوقت؟ قلت له والله جاي أشوفك ويش. تمام سديت. شلون قلت ما أقدر، لازم أرجع أدق على محمد أحكي له بس بالحقيقة. رجعت دقيت عليه، قال ها. قلت له محمد عندك رقم ثاني لحسين؟ قال ليش؟ قلت له كذا وكذا السالفة. حسين هذا الشقة، بس ما قلت له دخلت غرفة حسين وشو اللي صار. بس هون أرجف جسمي خايف. قال لا والله ما عندي رقم ثاني، حساباته. قلت له راسلتم كل مكان ماكو. هناك وين دقت الباب، أني رجلي بعد مشيني. قلت انتهيت. واقف ورا الباب وأرجع صعد. منو؟ أنا عمي فنان بالزهراء. أبو العمارة، الحارس مال العمارة. قال أني عمي افتح لي الباب. بوات من العدسة بس هو واقف ماكو أحد وياه. فتحت الباب، قال وين حسين؟ قلت له حسين ما موجود، نزل على أهله. قال هاك هذا هسه جا شخص طاني إياه، قال اعطيه حسين. شي هيج بظرف صغير. قلت له أحمد الله والديك من يجي اعطيه إياه. خذته
داز له مسجل صغير، المسجل بنفس القرآن اللي كنت أسمعه أثناء البث مالته. أنا هنا بديت ما أقدر أخابر على أهلي، أقول لهم أنا شو اللي جاي يصير، أخاف عليهم، خاف يجون وهذا منتظرني داخل العمارة أو خارج العمارة. ظليت شو أسوي، ما أقدر أشرد، شو اللي أسوي. رجعت فتحت الحاسبة، قلت خل أربطها أشوف شنو اللي يريد. فتحت الحاسبة، طبيت لقيته هو نفس الشخص قاعد بالغرفة جاي يقرأ كتاب، شنو ما أدري. قال ها رجعت يا حسين، إذا تريد أعوفك ادز لي 10,000 دولار مقابل روحك، وإلا باكر أنت على هذا الكرسي قاعد حدك منا لحد ما يطلع ضوء الصبح. شنو اللي أسوي يعني؟ انتهيت أحس روحي. هاي الحاجة صارت لما قال لي الساعة حوالي 2:30 3 بالليل، ما باقي لي ساعتين. المبلغ هذا منين أجيبه؟ شنو اللي أسوي يا ربي؟ هناك دق علي محمد، قلت له ها محمد. قال ظل بالي شنو اللي صار، وش تريد من حسين؟ قلت له والله قصة طويلة من تجي أسولف لك، هاي إذا أنا عايش. قال خوش. رجعت أسمع حركة يم باب الشقة، يا الله شو تريد مني، قاعد بزاوية وخايف من الرعب، راح يدخلون علي ياخذون أحس. ظليت أقاوم من السرف مالت الباب العدسة السحرية، ماكو شي. ظليت خايف قاعد الشقة، قل الله يفرجها الله يفرجها. ظليت أقرأ آيات قرآن. هناك رجع اشتغل البث، أنا عرفت الحاسبة مشتغلة يعني. رجعت أسمع صوت جاي يطلع من الغرفة، دخلت على الغرفة، قعدت جايبين دمية لعابة نفس شكل حسين، هجم مخططين عود حاطين بالقلم شخبطين على راسه، عود هذا شعره ولحيته. والشخص واقف فوق راسه كامش السكينة يقول باكر انت هنا اذا ما تحول الفلوس. يا الله شو اسوي، عصاتني الدمع. شنو اللي اسوي، خايف. قمت اتخيل انه حيطب لي من البلكونة، قمت سديت باب البلكونة، قاعد بالغرفة دفعت ميز ثانية على الباب لهناك، ويدق علي حسين. جريت التليفون وبعد علي حسين، وافقت علي ها حسين. قال ها ايفان شنو اللي سويته؟ قلت له حسين يجي. قال يا اخي ليش تلعب؟ يظل يصيح علي. قلت له ما ادري يا اخي خذني الفضول. قال انا عندي مواقع اسمها VPN، فهو منزل اكثر من 4 5 يفتح ذن على مود يضيع موقعه يلا يدخل لهاي اللعبة او لهذا الموقع. قلت له ما ادري خذني الفضول ودخلت والحق لي تعال بس خل اطلع. قال شوف انت منا لحد ما تصير الساعة 5:30 6 حاول تقوف البناية وتطلع وبعد لا ترجع ابد. زين انت ليش ما قلت لي؟ قال ما قدرت اقول لك. قلت له شلون خافة العمر واقفين لي برا. ظل ساكت شوية وانا احس ماكو دم بجسمي. قلت له احكي. قال خلاص هذا الغلط غلطي وانا راح اجي احل الموضوع. قلت له شنو هو الغلط؟ اثاره هو صار مجادلة كلامية بين حسين وبين ذاك الشخص.
وبغرفة السجين. والله أنا وجه الصبح وخايف. لميت هدوم على السريع، الجنطة أشيلها بيدي. جاء علي من هو؟ نزلت جاي أنزل، جاء علي حارس العمارة اسمه أبو زهراء، قال إيفان. قلت له نعم أبو زهراء رجاج. قال استوى يا حسين قبل نص ساعة هيجي. قلت له إيه وينه؟ قال أخذوه جماعة بسيارات مظللة بدون أرقام. قلت له شلون أخذوه؟ قال هو قال لها هاي كارتونة نعطيها الإيفان وخلص، وراح صعد بالسيارة. يوم ما فتحت الكارتون عسى لا فتحته. ولهنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم.